يوم الأحد إن شاء الله ماتش بيراميدز والزمالك. خلينا نتكلم كورة كده شوية بعيد عن أي مناوشات. الزمالك قوته كلها في عمق الملعب من عبد الله السعيد وناصر ماهر، وكمان لما بيضم معاهم زيزو. يمكن الأطراف بتاعة الزمالك مع دخول زيزو جوه الملعب مش بتبقى قوية قوي. لسه مش عارفين مشلاك اللاعب الجديد أدواره هتبقى عاملة إزاي، لكن بيراميدز في الماتش ده هيتوقف نجاح الفريق على الثلاثي اللي هيلعبوا في نص الملعب: مهند لاشين وابراهيم بلاتي توريه ورمضان صبحي. الفريق ان شاء الله كامل العدد باستثناء بس اصابه وليد الكارتي. يمكن طارق علاء الباك اليمين الجديد اتصاب في الماتش الاخير. آه، توقعي لتشكيل بيراميدز في الماتش ده: احمد الشناوي، محمد الشيبي، محمود مرعي، احمد سامي، محمد حمدي، مهند لاشين، ابراهيم بلاتي توريه، رمضان صبحي هيلعب رقم 10. الناحيه الشمال انا اتوقع صديق اجولا، لكن في احتماليه انه يبدا بابراهيم عادل. الناحيه اليمين انا اتوقع عبد الرحمن مجدي، لكن ممكن يبدا بمصطفى فتحي. وقدام هيلعب فيستون مايلي. معرفش ليه كل الكلام على انه نهائي السوبر هيبقى اهلي وزمالك، والناس ناسيه انه سيراميكا كمان عمل تدعيمات كويسه قوي، جايبين زلاكا واسلام عيسى، في يعني فريق كويس خالص، خصوصا معاهم ايمن الرمادي. السيزون اللي فات الاهلي كسب سيراميكا في اخر دقيقه، الكره اللي هي كانت بلياردو دي اللي هي امام عاشور حطها وهنا خبطت هنا. فانا شايف ان الماتشين صعبين جدا على الاهلي وعلى الزمالك. اتوقع النهائي هيكون الاهلي وبيراميدز. اشوفكم ان شاء الله بعد